السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي أعزائي، مرحبا بكم مع وصفات مطبخ وأفكار أم لمياء. اليوم راح نشارككم كيفية تحضير الطحينة بطريقة سهلة وسريعة. تابعوني شوفوا معايا مراحل التحضير على بركة الله. في المقلاة درت مغرف كبيرة فرينة، نحمصها على نار قليلة حتى نتحصل على لون ذهبي فاتح. نضيف معها كيلة ججلان أو سمسم كما يسموه في المشرق العربي. كيلت بالقبلي اللي يرفد تقريبا نصف كاس. ندير المقلاة تاعي على نار هادية مع التحريك المتواصل. قيس ما يسخن معايا الجلجلان ونطفي عليه، وضفت معاهم نصف كيلة كاوكاو أو فول سوداني كما يسموه في المشرق العربي محمص ومقشر. نخلطهم مع بعض، نرحيهم ونرجع لكم. ونقول لكم اللي دخلوا اول مره لقناتي مرحبا بكم معايا، ما تنساوش الاشتراك والاعجاب، شغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. ومتابعي الافاضل نشكركم على تعليقاتكم الجميله المشجعه، ودمتم معي اوفياء. وللمشتركين الجدد نقول لكم شكرا على انضمامكم الى قناتي ومرحبا بكم معايا، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ونرجعوا للوصفه. بعد ما رحيت كل المكونات اللي عندي في الرحاية التوابل، وللأمانة حبات الكاوكاو ما ترحوش معايا، ندير كل المكونات في لاشوار ونرحيهم. وملاحظة السمسم أو جلجلان اللي استعملته ما كانش محمص، فضلت نخدم بالأبيض هكذا باش النكهة تاعو تجي قاوية وباينة في الطحينة. وهنا بعد ما رحيت كل المكونات اللي كانوا عندي، غير بالمغرف نهبط الخليط اللي لاصق في الجوانب ونضيف معاهم كمية من الزيت. درت كيلة غير ربع حطيتها على دفعتين، ونكمل نرحي الخليط نتاعي حتى نتحصل على القوام المطلوب. وبالنسبة للإخوة والأخوات اللي راهم يشاهدوا فيا وعندهم اقتراحات أو تساؤلات يخليوها لي في التعليقات، وراح نقراها ونرد عليها بإذن الله. وهكذا تحصلت على طحينة ناجحة 100%. نقول لكم جربوها ومتأكدة راحين تعتمدوها بعد اليوم. ندير الطحينة نتاعي في علبة زجاجية بالغطاء، ونحتفظ بها في الثلاجة أو الفريجيدير لأطول مدة بلا ما تفسد معايا. وهنا وصلت معكم لنهاية هذه الوصفة، ما بقى لي غير نقول لكم للفيديو الجاي مع وصفة جديدة. نخليكم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.